يسعد اوقاتكم كل خير يا احلى متابعين. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بالف خير وانتم تشوفون فيديو اليوم صيام مقبول، افطار شهي للجميع يا ربي. فطورنا لليوم راح يكون مطبق هامور بطريقه كلش سهله وبسيطه والكل يقدر يسويها، وبنفس الوقت راح نسوي حلل مستعجلين. عندي عجينه بيف باسري راح نحشيها بحشوه كلش طيبه، وهاي الحشوه نقدر نستفاد من عندها بهواي من الحلويات مثل زنود الست والقطايف وغيرها وغيرها. لا ننسى قبل لا نبدأ الفيديو نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. خلي لايك واشتراك للقناة إذا كنا أول مرة نشوفها حتى تكبر لمتنا وعائلتنا الحلوة. وهماتين اكتبوا لي تعليقاتكم واقتراحاتكم وأفكار للقناة. أول شي راح نبدي بالسمك. هنا أنا عندي سمك الهامور قطعناه بهذا الشكل. راح نبدي بالبهارات اللي هي ملح وفلفل وكركم وكزبرة وكمون، نخلطهم كلش زين ونبدي نتبل السمك بهذه الطريقة ونتركها من ساعة ساعتين شقد عندنا وقت حتى ياخذ السمك التتبيلة الكاملة. هذا الوقت راح نسوي الحلو. عندي هنا 6 ملاعق من الحليب، عليهم 4 ملاعق كبار من النشا، 4 ملاعق من السكر، و2 كوب من المي. راح نخلطهم كلهم سوا إلى أن يثخن القوام. كنا نعرف نسوي محلبي بس راح نسوي محلبي ثخين على مود نقدر نستعمله كحشوة. راح نضيف وياه بعد ما يوصل لهاي المرحلة يا أما قمر عرب إذا متوفر عندنا إحنا دائما يكون يعني من يزيد نجمده بالفريز ونقدر نستعمله بعدين بالحلويات حتى يعطينا نكهة وطعم ودسامة إلها كلش طيبة. ما متوفر نقدر نستعمل القشطة العلب أو شوية كريمة أو حتى جبنة كريمي أو مكعب زبدة. راح نضيف كنكهة هو الماء الزهر ونخلطهم كلهم سوا. ما تحبون ماء الزهر تقدرون تستبدلوه بالهيل أو الفانيليا، هواي نكهات ثانية. من يوصل هاي المرحلة راح أضيف ملعقة من السميد على مود يعطيني هذا القوام وهذا الثخن. نترك الحشوة تبرد تماما حتى نقدر نستعملها. بهذا الوقت نحصل نبدي نسوي حشوة السمك أو المطبق. عندي بصل مقطع جوانح بهذا الشكل، راح أخليه بقدر كلش حار على النار ويا رشة ملح بس إلى أن يذبل، ونبدي نقلي السمك. ضفت نفس البهارات اللي ضفتها بالسمك على حشوة البصل. التمن سويته وصار جاهز، هو تمن كركم عادي الكل يعرف يسويه، تمن أصفر. هنا الكشمش مجرد البصل ضفت عليه بس كشمش. بعد ما تقلى السمك راح نبدي نوزعه ونرتبه بهذا الشكل. طبعا من اطيب انواع المطبق اللي هو يصير بالهامور، لانه احس ما يصير بأي شيء ثاني. من فتره شويته كان طعمه ابد مو طيب ويصير ناشف، بس حتى نحافظ على الطرى وعلى الدهن البيف نقلي. على ما نقلي السمك ونكمل راح نروح نسوي البيف باستري. هاي العجينة اللي عندي راح نبدأ نقطعها 8 قطع. أول شي حقصها بالنص وبعدين كل قسم حقصها 4 مثلثات. التغطيتها راح استعمل بيضة واحدة وياها شوية حليب وشوية فانيليا على مود ما تكون بيها أي زفرة. راح ندخلها على فرن محمي لمدة 20 دقيقة، درجة الحرارة على درجة حرارة 180. هذا الشكل المطبق صار جاهز. آخر شي راح نضيف عليه فقط التمن ونتركه يتهدر على النار الوقت الفطور. آخر شي عندنا عجينة البيف باستري صارت جاهزة والحشوة بردت تماما. راح نبدي نخليها بكيس حلواني ونبدي نحشيها بهذا الشكل، وعلى الوجه رشة فستق وحليب مكثف محلى بهاي الطريقة مثل ما تشوفون بالفيديو. من أطيب الحشوات، وقلت لكم الحشوة نقدر نستعملها ويا زنود الست أو ويا حتى عجينة البورق وهواي أفكار ثانية. لهنا أنا أكون وصلت وياكم لنهاية فيديو اليوم. يا رب تكونون استمتعتوا واستفادتوا. غيرتوا جوي. أنا أشوفكم فيديو جديد وأفكار جديدة. مع السلامة.